الدكتور صلاح سلطان من كبار العلماء من مؤسسي الاتحاد رابطة العلماء السنة، وأيضا رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ورئيس الجامعة أيضا، وله تخصصات عديدة ومعروف في العالم الإسلامي. ونحن دعوناه في المرة الماضية في السنة الماضية وكان عنده أعذار، وهذه السنة أيضا كانت عنده أعذار كثيرة وكان مشغول، ولكن أنه لم يرد أن يرد دعوتنا، وفي مدة قصيرة جاء إلينا حتى ينورنا بأفكاره. وننتهز هذه الفرصة بتقديم الدكتور صلاح سلطان، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فأريد أن أقول لكم في أول كلمة لي: شهد الله أنني جئت لكم لأني أحبكم في الله تبارك وتعالى. وأعتذر عن العام الماضي، كنا في جولة انتخابية مع الدكتور محمد مرسي في مثل هذه الأيام، فبسبب الانتخابات الرئيسية اعتذرت مضطرا وكنت حريصا جدا. وهذا العام كان يجب أن أبقى من أجل الاضطرابات في مواجهة الدكتور مرسي، لكني استأذنت وقلت هذا أمر ضروري أن آتي لأحبابي وإخواني في الله في تركستان ومن حولهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم. وأحب أن أقول لكم نحن في بداية هذا اللقاء أن نتفق على منهجية أسميها منهجية الرؤية والقرار. هذه الرؤية تعني أن الإنسان يتعلم شيئا، لكن لابد بعد التعلم أن يتخذ قرارا. نحن ليس عندنا إيمان بلا عمل، والله تعالى ذم الإيمان الذي لا يتبعه عمل، أو العمل الذي يختلف عن القول، حيث قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت هو أشد أنواع الغضب، كمن يتزوج أمه بعد وفاة أبيه. أعلم أنني أتحدث إلى علماء، لكن نحن أكثر الناس الذين يجب إذا سألنا الناس أن ينتقلوا من أصحاب الشمال إلى اليمين، فيجب أن نكون نحن دائما في درجات المقربين. تعلمون أن سورة الواقعة قسمت الناس إلى 3 أصناف: أصحاب الشمال واليمين والمقربين. فالعالم والداعية يريد أن يأخذ الناس من أصحاب الشمال إلى اليمين، وأيضا يرتقي ببعضهم إلى درجات المقربين، لكن هو لابد أن يكون في أعلى درجات المقربين. من أجل هذا نحن لا نريد كلاما بلا عمل، وإنما نريد عملا يعبر عن عمق هذا الإيمان بالله تبارك وتعالى، إيمان في القلب لا يتزعزع ولا يتزحزح، وعمل متواصل إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. حتى أوضح فكرتي بمثال: كنت في اليابان وجاء رجل فرنسي مدير لشركة كبيرة في فرنسا، واستمع إلى الدورة التي كنت أقدمها هناك في المركز الإسلامي في طوكيو. ثم في نهاية هذه الدورة قال: عندي أسئلة كثيرة، لأول مرة يبدو لي الإسلام بهذا الشكل، لكن عندي أسئلة أخرى. سأل أكثر من 20 سؤالا على جنب، ثم أجبته، ثم وقف شاكرا وقال: أشكرك. قلت: هذه الرؤية؟ قال: الرؤية عندي الآن جيدة عن الإسلام. قلت: هذه الرؤية فأين القرار؟ فسألني: ما معنى هذا؟ قلت: أنت مدير شركة تجارية كبيرة، إذا كان فيها خلل في أحد الجوانب، وعملت دراسة وعرفت أن المشكلة بسبب الأموال أو بسبب الموظفين أو بسبب الماركتينج التسويق، أنت لابد أن تتخذ قرارا بشيء من التغيير، أليس كذلك؟ قال: بلى. قلت: الآن أنت تعرف الإسلام على حقائقه، لكنك ما زلت غير مسلم،
أنا أدعوك الآن أن تسلم لله تعالى. ثم ذكرت له أن القرآن فيه عندنا سورتان: سورة النور وهي تعطي معلومات ورؤية ومعايير صحيحة، وسورة الفرقان وهي تعطي قرارات عملية للتغيير. هناك فرق كبير بين الرؤية والقرار. فالرجل قال: صحيح عندكم في القرآن سورتان متجاورتان، سورة تعطي الرؤية سورة النور المعايير الستاندرز، وسورة تعطي القرار سورة الفرقان. الفرقان قرار. قلت: بلى عندنا، وأخرجت له نسخة من المصحف مترجمة إلى اللغة الإنجليزية. فالرجل عندما وجد ذلك قال: إذن أنا أحتاج إلى ساعة أخرى لأسأل أسئلة كيف أتخذ القرار وكيف أغير من حياتي. فجلسنا ساعة أخرى فأعلن الشهادة لله تبارك وتعالى بسبب منهجية الرؤية والقرار. نحن إذن لا بد أن تكون عندنا هذه المسألة المنهجية، أسميها the methodology of thinking، منهجية لا بد أن تكون واضحة تماما. نحن نتعلم لنعمل ثم ندعو. هناك 3 أشياء: نتعلم، نعمل، ندعو. لو سقطت واحدة من هذه نحن أمام ترك لفرض من الفرائض الشرعية. طلب العلم فريضة، والعمل بما نعلمه فريضة، والدعوة إلى الله فريضة. فهذه الخطوات ال3 لابد أن يكون الإنسان بين تعلم أو عمل أو دعوة لله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في كل المرات التي ذكر فيها الإيمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فلا مودة بين العبد وربه إلا مع الإيمان والعمل معا. الجزء الأول من المحاضرة يتكلم عن الأمل قبل العمل. هناك ظاهرة كانت موجودة في كثير من البلاد الإسلامية والآن تحسنت، لكن أعتقد أنها ما تزال عند البعض الإخوة بالذات الذين يعيشون ظروفا قاسية مع الأنظمة، وهي حالة اليأس والإحباط. في 2006 عندما جئت من أمريكا على الشرق العربي وجدت ظاهرة واضحة، هي حالة يأس وإحباط، فقمت بعمل برنامج تلفزيوني من 60 حلقة بعنوان الأمل قبل العمل. وهذا الأمل عندي يرتكز على جوانب 4: أولا قوة الملك سبحانه وتعالى علام الغيوب. رقم 2 قوة المنهج قرآنا وسنة. رقم 3 تاريخنا الحافل والمليء بالخير. رقم 4 واقعنا الماثل المليء أيضا بالخير. قوة الملك علام الغيوب، نعم. وبعدين قوة المنهج، التاريخ الحافل بالخيرات، والواقع المليء أيضا بالخيرات. أقول لكم يا إخواني، الجانب الأول هو الأساس الذي تبنى عليه كل الأشياء. فنحن أمام قوة الملك سبحانه وتعالى التي لا تقهر، علام الغيوب. احنا الآن في هذه القاعة لو قلنا أن احنا 70 أو 80، هذا لو دخل علينا واحد ملحد غير مسلم هيقول عندنا 70 80. لكن إذا نظرنا الذين يؤمنون بالغيب، نحن رقم 1 لسنا 70 ولا 80، نحن آلاف مؤلفة بفضل الله تبارك وتعالى، لأن معنا ملائكة من الله سبحانه وتعالى، كل واحد معه ملكين. ثم عندنا ملائكة بالحديث إن لله ملائكة سيارة إذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم، فيتحلقون إلى العرش. ثم الله جل في علاه ومعكم أينما كنتم. هناك فرق كبير بين عالم الشهادة المحدود وعالم الغيب الممدود. نحن أمرنا في أول صفحة من القرآن بعد الفاتحة: الذين يؤمنون بالغيب. أقول إن الله تبارك وتعالى ادخر أشياء عنده في علم الغيب، لكن نحن يجب أن نؤمن بها أكثر من إيماننا في عالم الشهادة. أن أؤمن بأن الله جل في علاه هو الذي يسير هذا الكون كله، هو الذي يسيركم في البر والبحر.
هذه يجب أن أؤمن بها أكثر من إيماني أنني بينكم الآن أو أنك معنا هنا الآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو في مكة المكرمة والصحابة يعذبون تعذيبا شديدا جدا، هم ينظرون من منظور عالم الشهادة المحدود، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم هناك عالم كبير اسمه عالم الغيب الممدود، فيقول والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة المرأة المسافرة من الحيرة إلى بيت الله الحرام وهم جياع في مكة لا يجدون طعاما يأكلونه، ثم يقول لهم الحديث في البخاري حديث عدي بن حاتم: لئن طال بكم أمد لتملكن كنوز كسرى بن هرمز. قال يا رسول الله كسرى بن هرمز ونحن لا نجد طعامنا ولا سقاءنا؟ قال لتملكن كنوز كسرى بن هرمز. ثم قال الثالثة: لئن طال بكم أمد ليخرجن الرجل بملء يديه تبرا أو فضة ثم يعود فلا يجد من يأخذه. هو تعبير عن الغنى، حيث سيخرج الناس جميعا مبالغ ضخمة من الزكاة ولا يجدون فقيرا واحدا يستحق الزكاة من الرخاء والغنى الذي سيحدث. أقول لكم يا إخواني إن عدي بن حاتم الذي روى الحديث وكان ذلك في مكة المكرمة حيث كان الحصار شديدا جدا، هو بنفسه يقول: لقد رأيت الضعينة تخرج من الحيرة إلى بيت الله لا تخشى إلا الله، ولقد كنت هو بنفسه ممن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طال بكم أمد لترون الثالثة وهي أن يخرج الرجل من يديه تبرا أو فضة ثم يعود فلا يجد من يأخذه. ذكر الإمام أبو عبيد في كتابه الأموال والإمام أبو يوسف في كتابه الخراج أن اليمن، أن بلاد الشام، أن بلاد العراق، أن مصر، أن بلاد المغرب العربي أرسلت صدقاتها إلى المدينة المنورة لأنه لم يكن هناك فقير واحد يأخذ الزكوات من الغنى والرخاء الذي تحقق بعد جوع شديد وفقر شديد. وبالنسبة لنا عمليا قبل الثورة في مصر بأسبوعين ذهبت إلى قريتي في البلد وطلب مني شباب الإخوان أن ألقي لهم كلمة في مسجد صغير نحن بنيناه في أواخر التسعينات بأيدينا، لكن منعنا أن يكون أحدنا له خطبة أو درس. فقلت لهم مع أني أستاذ شريعة إسلامية لكن كان النظام الماضي يمنعني أن أقول خاطرة في مسجد، قلت لهم لو قلت خاطرة في المسجد الإمام ينقل عقوبة له من المسجد، وإذا قلت خطبة الإمام يفصل تماما من الأوقاف ومن المسجد، فلا أريد أن أضر أحدا، فتعالوا إلى البيت واسمعوا ما شئتم. قال يا دكتور لا مانع، تعال في المسجد وقل خاطرة لأن الإمام يريد أن ينقل، فإذا جئت وقلت كلمة فأنت بهذا تخدمه وتكون سببا في نقله من المكان، اخبطوا كلمتين بالعبارة المصرية خليه يتنقل. قلت أجيد فقه التخطيط لا التخبيط. فسبحان الله مع الثورة المصرية تركت البحرين وترك أولادي مدارسهم في أمريكا وفي غيرها، وجئنا في الميدان مع زوجتي وأولادي. وفي يوم الجمعة 11 فبراير يوم رحيل حسني مبارك كنت خطيبا في الميدان، لأن فيه 3 مليون، خطيب واحد لم يعد يكفي، فأقاموا منصة أخرى، فكنت خطيب المنصة الكبرى الموجودة عند المتحف المصري. ويومها يعني شعرنا حقيقة بأن عناية الله، رحمة الله، ملائكة الله معنا، وأنها هي التي خلعت هذا النظام حسني مبارك، ونحن لم نخلعه، نحن أسباب فقط في هذه الأرض. فلا بد من اليقين في الله أنه ناصرنا بإذن الله تعالى. أقول لكم يا إخواني
إن الله تبارك وتعالى عندما يقول في نهاية سورة هود، وهي أكبر سورة من الصراع بين الحق والباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم شاب شعره لأجلها، آخر كلمات هذه السورة: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما يعملون. أول شيء في هذه الآية الأخيرة ولله، هذا التقديم يفيد في اللغة العربية القصر والحصر، لا أحد يملك شيئا في هذه الحياة. ولله غيب السماوات والأرض، الغيب هو ما لا نراه وما لا نستطيع أن نحصيه. انظروا الجزء الثاني من الجملة الثانية: وإليه يرجع الأمر كله. كلمة الأمر وقعت بين كلمة إليه وكله. إليه دي المفروض أنها في الآخر، يرجع الأمر كله إليه، فربنا قدم إليه ليقول إليه وحده الأمر والمصير في كل شيء. إليه يرجع الأمر، ليس بعضه، ليس متروكا، كله كله. طب ما الواجب؟ الواجب فاعبده في هذه الأرض كما أمرنا في الكتاب والسنة، فاعبده في عالم الشهادة وتوكل عليه في عالم الغيب، فاعبده وتوكل عليه. طب عندهم أموال وعندهم خطط وعندهم أشياء، وما ربك بغافل عما يعملون. الله هو الذي يدير معركتنا مع أعداء الله، ليس أحدنا أبدا يقدر أن يفعل شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. قل إن الأمر كله لله، كما قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، لا أحد يخلق أحدا أو شيئا، ولا أحد يملك من أمره شيئا. أليس من كنوز الجنة كما جاء في صحيح البخاري: لا حول ولا قوة إلا، حصر وقصر، إلا بالله العلي العظيم. هذه تعني أنني لا أستطيع أن أحرك لساني بكلمة، أن أكتب كلمة واحدة، إلا بحول وطول من الله تبارك وتعالى. إنه الله الذي يملك كل شيء. الله سبحانه وتعالى عندما يقول في كتابه الكريم: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. خذوا هذه الآيات واقرأوا تفسيرها، خاصة في كتاب في ظلال القرآن. اكتبوا هذه الآيات عندكم وراجعوها جيدا، سترفع معنوياتنا جدا في الأمل في الله تبارك وتعالى. أول آية: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. الآية الثانية: الله تبارك وتعالى يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الآية الثالثة: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا، والعسر مكسور مرتين واليسر مفتوح مرتين. في أول ما التقيت بالدكتور مرسي في الجولة الانتخابية كان ورد عند هذه الآية، فأول ما سلمت عليه قلت له: سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا دكتور مرسي، العسر مكسور مرتين واليسر مفتوح مرتين، واليسر مذكور في القرآن 12 مرة فقط، لكن العسر 12 مرة، اليسر مذكور 43 مرة، 43 مرة. وصرت كلما التقينا وأنا بسلم عليه أقول له: سيجعل الله بعد عسر يسرا. حتى الآن كلما تصافحنا هو يقول لي: سيجعل الله بعد عسر يسرا، لأنه أعجب بالفكرة وصار يعيش هذه الفكرة. سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه الآيات
من الضروري جدا أن نقرأ تفسيرها، وبخاصة في كتاب الظلال. نحن في ميدان التحرير رأينا آيات من الله سبحانه وتعالى. الأخ يتصل بزوجته ويقول لها: أنا هنا في نعمة كبيرة جدا، وأنتظر قوله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا ينتهي من الكلمة حتى تأتي رصاصة تقتله في الحال، ثم ينقلب إلى عالم الشهادة. والعجيب في هذه الآية أن القرآن يقول في نظرتين: نظرة عالم الشهادة المحدودة أنه قتل، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، أنه مات. الله يقول بل في اللغة، يعني الكلام السابق غلط مش صحيح. أنتم تقولون قد ماتوا، طلعوا له شهادة وفاة، لكنهم أحياء. كان عندكم في عالم الشهادة شهيد حي في الأرض، أحياء فوق عند ربهم. واحد عنده عمل، واحد مش لاقي عمل، لا، عندهم يرزقون، الكل يرزق من الله. طب إنسان عنده إرزاق وعنده أموال وعنده خير كثير لكنه حزين، فرحين بما آتاهم الله، ليس من عدله وإنما من فضله. ثم ويستبشرون، فرحة مع استبشار مستمر، يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف على المستقبل ولا حزن على الماضي. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، ليس استبشارا مرة واحدة، وإنما استبشار بنعمة من الله وفضل. الفضل مرة ثانية والفضل مرة ثانية، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أبعد هذا نقول نحن نتردد، نحن عندنا يأس، عندنا إحباط، يجب أن نرتفع عن هذا كله. تعالوا لنرى في قوة المنهج نفسه ودعمه لقضية الأمل. كلنا يقرأ سورة الكهف. أصحاب الحق في أول السورة ضعاف جدا عددا وعدة، وأصحاب الباطل في دعوة لأصحاب الحق ضعاف قلة، والدولة مع الباطل قوية ومنتفشة ومهددة، إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. هؤلاء لم يجدوا حيلة إلا أن يأتوا من الفضاء لكي يدخلوا إلى الكهف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. لكن بعد صفحة واحدة من المصحف تجد أن أصحاب الحق صاروا يستطيعون أن يتحاوروا مع المجتمع، وصاحب الباطل ما يزال معه المال لكن ليس عنده السلطة، وهو أصحاب واضرب لهم مثل رجلين. إذن الباطل ضعف في السلطة، والحق قوي يستطيع أن يتكلم في الخارج، ليس في الكهف فقط وليس سرا. لا تصل إلى نهاية سورة الكهف إلا أن تجد ماذا؟ أن الدعوة صارت مع الدولة، وأن العبادة صارت مع القيادة، وأن الحق صار مع القوة، وأن الخلافة صارت في ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فلما صارت عنده القدرة فأتبع السبب، يعني وظف الطاقات التي عنده، فذهب إلى مغرب الشمس. لم يكتفي بأن يبقى في منطقته. أصحاب الكهف طلعوا من الفضاء للكهف، إنما الحركة في آخر السورة عكسية، من البيت أو القصر إلى العالم كله، مغرب الشمس ومشرق الشمس، مطلع بين السدين. فعندما يجد يأجوج ومأجوج صاروا ضعافا، أصحاب الباطل صاروا جماعة صغيرة، عصابة، يعني مافيا،
قال فأعينوني بقوة. إذن في الأول وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، لأن الدعوة منفصلة عن الدولة، وبعدين الحق والدعوة الاثنين ايكوال زي بعض، وبعدين في الأخير ماذا؟ الدعوة والدولة شيء واحد مع ذي القرنين. هذا الأمر لماذا نقرأه يا إخواني كل أسبوع؟ الله لم يأمر نبيه بذلك إلا لكي يرفع الأمل أننا سنتحرك بإذن الله من انفصال الدعوة عن الدولة إلى الحوار مع الناس في الدولة، ثم إلى التمكين للإسلام الدعوة مع الدولة. في هذا الموضوع عشت 15 عاما أفكر، وكتبت هذا الكتاب سورة الكهف، منهجيات في الإصلاح والتغيير قبل الثورات والربيع العربي، وبشرت في هذا الكتاب بالربيع العربي، وقلت سوف يأتي اليوم الذي يعيش فيه أصحاب الدعوات تحت الأرض. أنا دخلت سجن أبو زعبل وعشت أياما كنا 35 واحد في مساحة أقل من ربع هذه المساحة، 4 متر في 5، 35 واحد. كنا نقول عند النوم باسمك اللهم أحشر جنبي وباسمك اللهم أنزعه. عندما تنام لا تجد مكانا تنام فيه. فالحمد لله الآن نحن على رأس وزارة الأوقاف، نحن ندير 250 ألف مسجد في مصر. الآن نحن ندير، هذا جانب واحد مما نديره الآن. يعني كنا في السجون المعتقلات ممنوعين أن نقول كلمة صغيرة في مسجد. نحن الآن الذين نعين الأئمة، ونحن الذين نوجه الأئمة، هذا إمام هنا وهذا يخطب هنا، هذا لا يخطب هنا. هذا كله في زمن متقارب جدا، ما كنا في عالم الشهادة نتصوره، لكن الله قدره. فنحن نريد أن نؤمن بهذا قبل أن يقع حتى يقع. نريد أن نعيش أيضا مع سورة يوسف. يبدأ صغيرا جدا، يبتلى وهو صغير فتنة الإيذاء من إخوته، ثم يخرج من فتنة الإيذاء ليتعرض لفتنة الإغواء من امرأة العزيز، ثم يتعرض لفتنة الإيذاء من القصر كله والنظام في مصر، ثم يتعرض لفتنة أن البلد تحتاجه وهي التي سجنته، ومع ذلك يقدم لها دون أن يشترط شيئا. أعطاهم خطة تحل أزمة البلد 15 سنة مستقبلية. فلما طلبه الملك أراد أن تبرأ ساحته من أجل الرسالة التي سيحملها وليس من أجل شخصه. ثم يتعرض لفتنة أخرى أن إخوته أتوا إليه واتهموه بالسرقة، يعني آذوه صغيرا بالقتل أو محاولة القتل، وآذوه كبيرا باتهامه بالسرقة وهو في موضع السلطة، فيمسك نفسه ولا يفعل إلا أن يقول بل أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. ثم في النهاية سيدنا يعقوب بعد أكثر من 40 عاما يقول لأولاده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فيذهبون فيلقون يوسف ويحسن استقبالهم. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. السبب إنه من يتقي ويصبر، عاملان مهمان، يتقي ويصبر، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أنا أقول هذه الكلمة، لاحظوا كل قصة بعد أصحاب الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا.
قصة سيدنا يوسف، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أنت تعمل لله، كتب لك الأجر عند الله في عالم الغيب. لماذا تريد أن ترى أثرك في عالم الشهادة بعينك؟ الله يسمع ويرى، الله يأجرك، الله قد ثبت عنده الأجر. في النهاية ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد أتيتني من العلم، لا، من الملك وعلمتني. علم وملك. رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الشهادة ولا الغيب؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه. نريد أن نصدق عالم الغيب، أن نعيد صياغة إيماننا فلن نيأس أبدا إن شاء الله. الأمر الثاني قوة المنهج الذي لا يتغير. ذهبت إلى ولاية كانساس سيتي ميزوري وقابلت العالم الكبير جدا اسمه جيفري لانج. أسلم هذا الرجل عالم الرياضيات وأحد أكبر 5 في العالم في علم الرياضيات. سألته لماذا أسلمت؟ قال لو نظرت إلى حال المسلمين ما أسلمت أبدا، ولكني قرأت القرآن وأنا أقول لكم إن آية واحدة في القرآن أقوى من كل ما تملكه أمريكا وأوروبا وروسيا والصين واليابان واستراليا والعالم كله. آية واحدة. قلت له هذه في آية في القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أنا أعتذر إلى الله من كل أخ يقرأ أو يحفظ كتاب الله ثم لا يوقن أن عنده أفضل وأقوى ما يوجد على وجه الأرض، وأننا بالقرآن نستطيع أن نقود العالم كله، وأننا نتغلب بكتاب الله وبهدي رسول الله على كل أباطيل العالم. أليس القرآن هو الحق؟ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فماذا يقول الله عن هذا الحق؟ اسمعوا الآية جيدا، لكن أرجوكم اسمعوها بقلوبكم ليس فقط بعقولكم. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. انظر إلى كلمة يقذف، فيها قلقلة، يعني هذا سيحدث مع قلاقل. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. يعني ليس فقط يهزمه يعني يذيبه، فيدمغه ويهينه. ولكم الويل مما تصفون. في عالم الشهادة طبعا الله يقول قل جاء الحق وزهق الباطل. ما معنى زهق الباطل؟ الباطل تعب خلاص، ما قدر يفعل شيء. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. أفييأس من يقرأ القرآن بقلبه وعقله؟ لا يمكن أبدا. أقول لكم إن كثرة النظر في الإنترنت والفضائيات جعل عقولنا ممتلئة ليس بالآيات القرآنية ولا الأحاديث النبوية، حتى لو كنا نحفظها
لسان له الذي على السطح. هذه علة كبيرة نجلس إلى آخر الليل مع الإنترنت والفضائيات ونتلقى الأخبار وتحليلات الأخبار وتتكرر ونسمع عشرات المرات. وهذه الأخبار، أول رجل بريطاني وضع كتابا في علم الأخبار كان يهوديا، كان يقول: نحن نقوم على إعادة تشكيل العقل، فالخبر عندنا ليس هو الحقيقة، الخبر هو الإثارة. فإذا عض الكلب إنسانا نحن لا نقول إن الكلب قد عض الإنسان كصحافة كتلفزيون، لا، ليس هذا خبرا. وإنما يجب أن نقول حتى يكون الخبر مثيرا إن الإنسان هو الذي عض الكلب. نحن نتلقى الأخبار بأن الإنسان هو الذي عض الكلب، لكن عندنا الأخبار في القرآن الكريم في قصة هدهد سليمان قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أقول لكم يا إخواني وأحبابي في الله تبارك وتعالى، نحن لابد أن نقيم حلقات مع الناس نرجعهم إلى حقائق النص. لن تقرأ في أي جزء من القرآن إلا وستجد قصصا للقرآن الكريم، ثلث القرآن الكريم قصص فيه الحق والباطل يصطرعان، وفي النهاية فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم الله أهلك الظالمين. ثم في نهاية كل قصة يقول سبحانه: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. يقول: وكذلك نجزي كل كفور، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الله يريد أن يقول ماذا؟ أن يقول هذا قانون، فإذا أهلكت الظالمين في الماضي فإني سأهلك الظالمين في الحاضر. ولذلك كنا في رمضان نصلي القيام مع إخواننا في دالاس في أمريكا، تهجد في العشر الأواخر، وكان وردنا عند سورة الشعراء، وطلب الإخوة أن ألقي، أو الحقيقة الأخوات أحرص على طلب العلم من الإخوة حقيقة، يعني في العالم كله، هذه حقيقة. نعم. فالأخوات فوق قالوا: خلوا الدكتور يعطينا خاطرة بين التهجد. فكانت الخاطرة مفاجئة، فمما كنت قد عايشته مع سورة الشعراء وأنا أصلي قلت: يا إخوان اسمعوني جيدا، أنا أقول كلاما أستشرفه في عالم الغيب سيحدث غدا، سيكون عالم من عالم الشهادة بإذن الله. قلت: إن سورة الشعراء تبين أن الله قد أهلك قوم نوح لفساد عقيدتهم، وقوم فرعون لفساد عقيدتهم وسياستهم، وقوم لوط لفساد أخلاقهم، وقوم شعيب لفساد اقتصادهم، وقوم هود لفساد صنائعهم، وقوم عاد لفساد التماثيل عالم المعمار، يعني استعملوا المعمار استعمالا خاطئا. فكيف إذا اجتمعت هذه المفاسد كلها في أمريكا؟ قلت لهم: أقسم لكم بالله إن أمريكا ستأتيها قاصمة الظهر التي ستكون أضعاف ما حدث لقوم نوح وفرعون ولوط وشعيب وصالح وعاد، وسترون هذا قريبا بإذن الله تعالى. في أمريكا، في روسيا كانوا يتباهون في العالم أنهم يملكون قوة نووية لا يمكن أبدا أن تقاوم ومحكمة لا تتسرب، فطلع تشيرنوبل هدم كل شيء. في نفس السنة أمريكا عملت مركبة فضاء ضخمة جدا كبيرة جدا سموها تشالنج، التحدي، تماما مثل
تايتانيك. قال صانعها رئيس الهيئة الصناعية لتايتانيك، قال إن هذه السفينة لا يقدر عليها أحد حتى الله. فأبحرت وسط احتفالية ضخمة جدا، وخاضت عباب البحر، فجمد الله الماء في قاع البحر، فشق الجليد السفينة نصفين. مكوك الفضاء تشالنج طلع 7 ثواني، ثم تحطم، وخسارة تزيد على 100 مليار دولار للأشخاص وللمركبة. ولم تعرف أمريكا إلى الآن قطعة واحدة من هذه السفينة، ولا قطعة عظم لل5 أو 7 اللي كانوا موجودين في مركبة الفضاء. نريد أن نعتبر، نريد أن نقول إن لهذا الكون ربا. سقط الاتحاد السوفيتي سقوطا مزريا يوم 26/12/1992. سقط الاتحاد السوفيتي، وكان القوة الأولى عسكريا في العالم كله. سقط لأنه قام على ما يجب أن يسقط به: لا إله والحياة مادة. سقط الاتحاد السوفيتي، وستسقط أمريكا. سقط الاتحاد السوفيتي لإلحاده، وستسقط أمريكا لكفرها بالله ولظلمها الرهيب للناس في العالم. أمريكا تتبنى جمع الأموال في يدها، وهناك كل 5 ثواني بيموت إنسان في العالم بسبب الجوع وبسبب سياسة أمريكا. كل 5 ثواني، يعني على ما تخلصوا المعسكر ده هيكون أكثر من 1,000,000 واحد قد مات بسبب الجوع والفقر. الله لن يدع هؤلاء وأملي لهم إن كيدي متين، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فثقوا في الله تبارك وتعالى. يا إخواني، آيات الله سبحانه وتعالى تتحقق، لكن تحتاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ولكنكم قوم تستعجلون. نحن نتعجل لكن الله لا يعجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله لا يعجل لكننا نستعجل. انظروا ليس إلى يعني هذه الجوانب من انظروا إلى بعض الأشياء التي تتحقق في أرض الواقع. في أرض الواقع في فرنسا إحصائية تقول 45,000 واحد أسلموا خلال 3 سنوات. 45,000 واحد خلال 3 سنوات أسلموا. في أمريكا، وأنا عشت في أمريكا 9 سنوات، سنة 96 أمريكا وضعت على صفحتها، صفحة الحكومة، كل عام يسلم 16,500 17,500 واحد أمريكي. وبتقول أمريكا: the first religion growing up in the USA only Islam. الدين الوحيد اللي بينمو في العالم هو الإسلام اللي في أمريكا. وأنا قلت لهم: أنتم مخطئون، الدين الوحيد الذي ينمو ليس في أمريكا وحدها وإنما في العالم كله. حجم التدين الذي يزداد في العالم كله، ودخول الناس في الإسلام وحفظ الناس القرآن بعد أحداث سبتمبر. أنا أؤكد لكم أن أكثر من 30,000 كل عام يسلمون في أمريكا، مش 17,500 كما يذكرون. 30,000 في دراسات علمية معمولة في أمريكا على هذا بفضل الله تبارك وتعالى. فالخير ينتشر في أماكن شتى من الأرض، ويزداد في أرض الواقع، تزداد قوة الإسلام والمسلمين. لا تنظر إلى بقعتك التي تعيش فيها، انظر إلى الأطموسفير، الأجواء العامة التي تنفرج حولك. ولولا هذا ما كنا نجلس في تركيا في هذا المكان. اعتبروا من هذا، هذا هو الواقع الذي نعيشه نحن الآن. نحن نتكلم في الميكروفون ليس في الكهف. أريد أن أعطيكم أيضا بعضا من الأمور السريعة عن تاريخنا الحافل. أنا حقيقة أتعجب أن إخواني لا يثقون في التاريخ كما يثق فيه الصهاينة. وسأحكي لكم قصة.
بعد أن دخلت أمريكا في مارس 2003 إلى بغداد وهدموا كل شيء وقتلوا وفعلوا الأفاعيل، دخل مستشار السفاح شارون، دخل وزير الدفاع الصهيوني على مستشار شارون، ساعتها كان رئيس الوزراء، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة جميعا. فوجد مستشار شارون حزينا، وزير الدفاع داخل فرحان، خلاص احنا دخلنا على بغداد، هيبقى من نيل الفرات خلاص. فإذا بالرجل مستشار شارون ويقرأ العربية جيدا، حوله كتب وهو حزين جدا. قال: ما هذا الذي حولك؟ قال: حولي كتب التاريخ. قال: إن هولاكو جاء من الصين واكتسح منطقة الشرق كلها ووصل إلى العراق وقتل 2 مليون، ورمى التراث العربي كله في ظهر النهر دجلة والفرات. 2 مليون قتلوا بالحجر وبالسيف. قال له: كان هذا سنة 656 هجرية، لكن لم يمض عامان، سنتين بس، حتى كانت كتائب عز الدين سيف الدين قطز مع العز بن عبد السلام من مصر تتحرك فتقتل هولاكو، ويدخل المغول في الإسلام، وتعود الأرض مرة ثانية للإسلام والمسلمين. قال: هذه أمة ولود تعيد بسرعة إعادة بناء نفسها. ثم قال له: أتعرف لماذا؟ لأنه ما يزال فيهم القرآن يذكرهم ويحيي ما مات وما حاول البعض أن يصرفه عنهم. فتأتي آيات القرآن لكي تكتسح كل هذا الفساد وهذا الباطل وهذا قال: إن القرآن معهم وهم يستطيعون به أن يعيدوا أنفسهم بأسرع ما يمكن. هذا كلام من؟ رجل يهودي. فماذا تظنون بالله تبارك وتعالى؟ حرك أوربان الثاني في فرنسا، وهو بابا الكنائس في أوروبا كلها، حرك 1,000,000 إنسان في هذا الوقت، القرن الخامس الهجري، لكي يقتلوا المسلمين والمسيحيين في القدس وفلسطين. وصل من هذه الحملة، لأن البعض احتل في الطريق واستوطن، 300,000. قتلوا في أول يوم 70,000، هدموا المساجد والكنائس. لكن ماذا حدث؟ إن الله قيض لهذه الأمة سيف نور الدين محمود، عماد الدين زنكي، صلاح الدين الأيوبي، فوحد مصر والشام، وكانت موقعة حطين التي قضت على الحملة الصليبية تماما. والتاريخ سيعيد نفسه، وسنحرر الأسرى والأقصى والقدس وفلسطين قريبا بإذن الله تعالى. سأحكي لكم وقائع سريعة جدا. رئيس وزراء تونس الآن كان مسجونا سجنا انفراديا 15 عاما، سجن انفرادي. الدكتور مرسي دخل السجن 4 مرات، وعندما قامت الثورة كانوا قد أودعوه مع مجموعة السجن حتى لا يكون له تأثير على الثورة. سجن أخونا إسماعيل هنية وهو الآن رئيس وزراء، وكان مجرد مدرس للغة العربية والتربية الإسلامية في قطاع غزة. تقريبا كل وزراء غزة الآن، كل وزراء فلسطين اللي هم موجودين في غزة، كلهم إما دخل السجن مع السلطة أو مع الصهاينة، وفترات كبيرة جدا. الحرب على غزة في 2008-2009 كان العالم كله مع الكيان الصهيوني بما فيه العرب. مصر كانت تدرب 3000 جندي ليدخلوا بقيادة دحلان، 8000، والأردن كانت تدرب 3000 ليدخلوا بقيادة عباس من جهة الضفة، والسعودية كانت ستغطي عملية الإعمار. هذا اتفاق. ودخل الصهاينة على قوم محاصرين منذ 4 سنوات قبلها حصارا شديدا جدا، فنصرهم الله تبارك وتعالى
على هؤلاء الصهاينة ولم يحققوا واحدة من ثلاث: انهم ياخدوا شاليط ينهوا حكم حماس، ان هم يوقفوا الصواريخ. لم يحققوا واحدة من الثلاث، وهزمهم الله تبارك وتعالى وهم ضعاف امام هذه. ليس نصرا على الكيان الصهيوني، هذا انتصار على امريكا واوروبا وروسيا والعالم كله الذي يمدهم بكل الوان الدعم المادي والسلاح. اختم بهذه القصة. اخي في السلطة، اخي فلسطيني كان عامل عملية في الكيان الصهيوني واخد 3000 سنة، واخ ثاني كان عامل عملية واخد 1500 سنة. طبعا بيعدوا عدد القتلى، كل واحد مقتول بيدوا له 100، يعني 100 سنة 99 سنة على كل واحد مقتول، وتقريبا 50 سنة على كل واحد مجروح جراح شديدة يعني. فأخونا اللي واخد 3000 سنة بيقول للضابط بتاعه: أنا عندي أمل أن أخرج من السجن وأن أقتلك. وكتب رسالة للأخ اللي عنده 1500، اللي واخد 1500 سنة، بيقول له: أنت هتطلع قبلي، يبقى بلغ الرسالة دي لأهلي. ما رأيكم إن في صفقة الأحرار مع شاليط الاثنين طلعوا ومتجوزوا وخلفوا أولاد دلوقتي؟ أرجو أن يكون عندنا الأمل قبل العمل. أرجو أن نتضلع به، تمتلئ كل ذرة من ذراتنا بالحماس والأمل. أرجو أن نكون مثل النافورة في بث الأمل في الناس، ليست حنفية صغيرة، نافورة كبيرة. جزاكم الله خيرا. يبقى العمل في المحاضرة الثانية. كان هناك سؤالين من الإخوة جاء. أول هذا لهذين السؤالين بخصوص المظاهرات. يقول الأخ: هل المظاهرات والاحتجاجات حرام في الإسلام، أم المظاهرات والاحتجاجات تعتبر من الجهاد؟ ما هو موقف الإسلام من المظاهرات؟ نرجو أن تجيبوا على هذا. مظاهرات في الخليج حرام وفي العالم واجبة. نحن أمام الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أسلم سيدنا عمر بن الخطاب وخرج في صفين، هو على رأس صف والحمزة على رأس صف، يعلنون تحديا للمشركين بطريقة سلمية أننا لنا حق أن نعبد الله كما أن لكم حقا أن تكفروا بالله وتعبدون الأصنام. نحن نقول إن الوسائل السلمية للتعبير عن الرأي، سواء كانت بمقالات بمظاهرات وما إلى ذلك، هذه لا حرج فيها على الإطلاق، وفي بعض الأوقات تكون واجبة لإثبات حق أمام حقوق ضائعة كثيرة جدا، فهذه لا حرج فيها، وقد تجب أحيانا لإسقاط يعني حاكم ظالم لإحقاق حق مهضوم في أي مكان. الحمد لله. من هداكم وأصلح بالكم. لكن لا بد أن تكون من خلال رؤية جماعية، ليست أفراد هم الذين يقومون بها فيلتهمون. يجب أن يكون هناك اتفاق، لأن الأعداد الكبيرة يحمي بعضها بعضا. لكن لو طلعت مظاهرة صغيرة في حتة ويعتقلوا ويسحلوا، يكون هذا عبرة لغيرهم ألا يتنفس واحد بعد ذلك، فيكون ضررها أكبر من نفعها. فهذه تحتاج إلى مشورة ورأي جماعي، وليس انفلاتا من شخص هو الذي يعني مسألة طق في دماغه يقوم واخد الناس وطالع. يجب أن تكون هذه المسألة بالمشورة. ونحن في مصر حتى المظاهرة الأخيرة التي فعلناها يوم الجمعة هذه كانت بالتشاور مع كل التيارات الإسلامية، وأيضا اللقاء الذي تم بوجود الرئيس في الاستاد الرياضي هذه تمت أيضا بالتشاور مع كل التيارات الإسلامية. نحن لا نفعل شيئا إلا بهذه المشورة وشاورهم في الأمر. نعم. السؤال الثاني
هو تكلمتم عن روسيا وأمريكا وكيف سقطت الاتحاد السوفيتي، وتنبأتم أو أعطيتم توقعاتكم في سقوط أمريكا قريبا. والآن نحن كمتأثرين من احتلال الصين نحب أن نسمع منكم بخصوص الصين. الصين الآن كما تعلمون تعتبر من دول العظمى، وما هو توقعاتكم بخصوص الصين؟ أتوقع أن الصين سوف ترضخ للتغيرات الجسيمة التي سوف تحدث في المنطقة العربية والإسلامية. الصين ليست صاحبة أيديولوجية صليبية كما هو الأمر في أمريكا، وليست عندها رغبة إلا أن تسوق، يعني تكون لها قوة اقتصادية وتحتفظ بهذه القوة الاقتصادية في العالم. الشيء الهام جدا يوم أن تشعر الصين أن شراء سلعها والمكان الأكبر الذي يشتري منها في العالم الآن هم المسلمون، أن هؤلاء المسلمين، وللأسف الشديد أنا تحدثت مع كبار التجار العرب في جلسات متفرقة، قلت لهم اعملوا نتورك بينكم بحيث أن الدولة التي تهين مسلما، تهين ثابتة من ثوابت العقيدة، الأخلاق، الشريعة الإسلامية، لن نشتري منها. الشركات التي تستهين شركات صينية تضع اسم الله على الأحذية للأولاد ثم لا نفعل شيئا. قتل إخواننا بالجملة بهذه الطريقة البشعة المستترة دون أن يسمح لأحد أن يدخل لكي يبين ما يجري في تركستان وغيرها. أنا أقول التغير الكبير الذي سيحدث في العالم العربي والإسلامي سيجعل الصين رغما عنها تنفتح على المسلمين وتعطيهم حقوقهم، ثم المسلمون بهذه الطريقة سوف يكونون أصحاب دعوة وانتشار في المجتمع. صحيح أن هذا سوف يأخذ وقتا لأن المشوار الحقيقة طويل والعقبات ليست قليلة، لكنه في النهاية بإذن الله تبارك وتعالى أتوقع أن تكون هناك بإذن الله تمكين للإسلام والمسلمين في الصين نفسها وليس فقط في العالم العربي. الأخوة يسألون كثير، هناك أسئلة كثيرة، وأنا رجوت من الإخوة حتى لا يسألوا هذا سؤال الأخير فقط. لا أنا ما عندي مشكلة، لكن أنا لأن الإخوة أريدهم أن يستريحوا بعد الوقت. الإخوة متعبون والوقت تأخر، نحن تعدينا الوقت المحدد، ونسأل هذا السؤال وننتهي إن شاء الله. يقول الله تعالى: ولن يجعل الله على المؤمنين للكافرين سبيلا. نرى في هذا الزمان العكس، خاصة في تركستان الشرقية المحتلة من قبل المعتدي الصيني. الله يقول أنه لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولكن مسلمو تركستان يضطهد من قبل الصين منذ الاحتلال، فما هو السبب؟ وكيف نربط بين الآية والواقع؟ هذه الآية الكريمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وقتا طويلا 13 عاما، وكان للكافرين على المؤمنين 1000 سبيل وسبيل. هذه الآية الله تبارك وتعالى يعطينا فيها الأمل لن يستمر هذا الوضع. العلماء يقولون ما من عام إلا وخصص، يعني أي لفظ عام له تخصيص. أشرحها بآية أخرى ذكرها الشافعي في كتابه الرسالة. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهي تصب في نفس موضوعنا. إن الناس يبقى كل الناس، فمعقول كل الناس هيقولوا لكل الناس إن كل الناس اجتمعوا لكم فاخشوهم، ولا لازم يتفهم إن بعض الناس
قالوا لبعض الناس إن بعض الناس، قال الشافعي فقسم الناس أثلاثا: فريق من المؤمنين، وفريق من الكافرين المعتدين، وفريق بينهما يقول للمؤمنين إن فريق الظالمين قد جمعوا لكم فاخشوهم. يبقى كلمة الناس لا يمكن تفهم على عمومها، وإنما لا بد أن يفهم أن بعض الناس قالوا لبعض الناس إن بعض الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. لكن لما الخبر يذاع ويبقى الدنيا كلها، الله سبحانه وتعالى الزمن عنده ليس مثل زماننا. الله يقول: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. طب كيف أتى ولا نستعجله؟ قد أتى. الله عندما يقول: ولن يجعل الله إذا أديتم الأمانة وقمتم بحق هذه الرسالة فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فثقوا أن الجهد الذي تؤدونه سوف يمكن الله لكم به في الأرض، لأنه القائل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الإمام الشيخ حسن البنا كان يقول: المؤمن عامل زي المنشار، طالع واكل ونازل واكل. أنت ما عليك إلا أنت خدت الأجر من الله من أول لحظة مشيت مع الله سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نشكر الدكتور صلاح السلطان على هذه الهدية الله يرضى عليك التي شاحن في نفوسنا الأمل، سلاح الأمل. إن شاء الله يكون عندنا أمل وثقة بالله سبحانه وتعالى. والآن انتهت الجلسة، وإن شاء الله بعد المغرب سنجتمع في هذا المكان.